السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض جاتو بطريقة سهلة وبسيطة جدا، بدون اي ادوات كده. يعني لو اول مرة تعملي كيك او جاتو هينجح معاكي، سهل وبسيط، ينفعك لاي مناسبة، او لو عندك جايلك ضيوف، او لو حابة تاخدي حاجة مميزة كده شيك لو رايحة زيارة، هينفع معاكي في اي حاجة. يلا بينا مع بعض نشوف ايه هي طريقتنا. اول حاجه عندي بيضتين بدرجه حراره المطبخ ويكون حجمهم كبير، كوبايه الا ربع من السكر، رشه من الفانيليا، معلقه كبيره من محسن الكيك الجل، وكمان معلقه خل. المواد الجافه عندي كوبايه الا ربع من الدقيق، ربع كوبايه من الكاكاو، معلقه كبيره من البيكنج باودر، ورشه ملح. حطيتهم في منخل او في المصفى وابتدي انخلهم على البيض والسكر من قبل ما اضرب السكر مع البيض. يعني عادي كل المكونات هنضيفها على بعض. اخر حاجه هبتدي اضيف عندي هنا تلت كوبايه من الميه، وهبتدي اضرب كل المكونات مع بعض لمده 10 دقايق لحد ما يتكون عندي خليط فاتح اللون، وكمان بيكون سمكه تقيل شويه. طبعا هوريه لكم حالا. زي ما انتم شايفين هنا خليط الكيك ابتدى يفتح عندي تماما، وضربته لمده 10 دقايق متواصله. تمام، ادي قوام وشكل الكيك بتاعنا. جبت صينيه عاديه خالص مقاس كبير، ودهنتها بزبده وبطنتها بالكاكاو، وهبتدي انزل بخليط الكيك وهسويه كده في الصينيه. مش محتاجين صاج للتورته او صاج الجاتو المخصوص ولا اي حاجه، صينيه البيت اللي عندك، وهنعمل مع بعض كل الخطوات وهتشوفيها معايا. هدخل الكيك بتاعتي على فرن على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص، وبمجرد ما يستوي هنطلعه. طبعا مش قبل نص ساعه بنفتح عليه. الكيك بتاعتي استوت زي ما انتم شايفين. هبتدي اعمل فيها كده فتحات بسيطه جدا علشان هشربها تشريبه بسيطه، مش هشربها تشريبه كبيره كده زي التريليتشا والكيكات اللي بنعملها بصوصات. لا، يا دوب كده معلقتين 3 من الكاكاو. عملت كاكاو بحليب بنقطه من السكر ونقطه فانيليا، وهبتدي اشرب الكيك بتاعتي وهي سخنه، وهسيبها تبرد تماما. هبتدي في المرحله دي اشتغل في الحشوه بتاعتي. عندي كوبايه من الكريم شانتيه، وعندي نص كوبايه من الباستري كريم. هنا انا هستخدم كريم شانتيه محلى فمش هضيف سكر، وعندي كمان ربع كوبايه من الكاكاو الخام. هضيف عليهم ميه ساقعه، وهبتدي بقى اضرب كل خليط الكريمه بتاعتي. الباستري كريم مع الكريم شانتيه بيدي طعم حلو جدا. لو حابه تضيفي حليب بدل الميه مفيش اي مشكله، انا بعملها ساعات بالميه وكمان ساعات بعملها بالحليب. خلاص هضرب الكريمه عندي لحد ما تبتدي تتقل معايا تماما، وهتشوفوها طبعا. في المرحله دي انا هستخدم هنا معلقه من الجيلاتين، بيتباع عند العطار جيلاتين باودر، وهضيف عليه معلقتين كده من الميه وادوبه علشان يعمل لي الكريمه كده تكون متماسكه شويه. لو مش متوفر عندك تقدري تستغني عنه، بس في المرحله دي هتقلي الكريمه بتاعتك جدا، يعني خليها متماسكه وتقيله علشان احنا هنصب عليها شوكولاته، فلازم تكون متماسكه. خلاص قلبت الجيلاتين مع الميه، وزي ما انتوا شفتوا تماسك كده بعد 5 دقايق. هدوبه كده على حمام ميه او في الميكرويف زي ما انتوا شايفين لمده 20 ثانيه، مش اكتر من كده، بيدوب في ساعتها، وهضيفه على طول على الكريمه. هنا كنت ضربت الكريمه والكريمه تماسكت وبقت زي الفل زي ما انتوا شايفين. ضفت عليها الجيلاتين وهقلبها كده بالسباتيول وهتبقى جاهزه معايا. وزي ما قلت لكم لو مش متوفر عندكم الجيلاتين تقدري تستخدمي بدونه عادي جدا. هو بيدي بس تماسك زياده للكريمه، فهتقلي الكريمه بتاعتك بقى عشان تبقى متماسكه. خلاص طبعا هنا انا كده عندي اتكون يعتبر موس شوكولاته. الموس بيبقى هي دي مكوناته، سهل وبسيط جدا. ابتديت هنا اضيفه على الكيك بتاعتي زي ما انتم شايفين، بس طبعا لازم الكيك تكون بارده تماما، مينفعش نضيف خليط الموس او الكريمه اللي احنا عملناها فوق الكيك وهو سخن. خلاص في المرحله دي هبتدي كده اظبط الصينيه، وهدخل بقى الكيك بتاعتي ساعتين كاملين في التلاجة علشان تتماسك، وابتدي اقطعها بكل سهوله. تمام، هندخلها بقى على التلاجة او على الفريزر لو حابين تتماسك كده عشان نقدر نقطعها مع بعض. هنا كنت طلعتها من التلاجة وهبتدي بقى اقطعها قطع متساوية. تقدري تقطعيها بالحجم اللي تحبيه، لو حابة مقاس اصغر من كده ممكن كمان تعمليها سوري
او كمان ممكن ما تقطعيهاش خالص غير بعد ما تضيفي عليها الصوص. الخطوة دي اختياري تماما. ابتديت هنا اطلع الكيك زي ما انتم شايفين من الصينية، وهدخله التلاجة تاني بعد ما اقطعه كله. شايفين شكل الكيك مع الكريمة. هبتدي بقى في المرحلة دي ادخله التلاجة ساعة كده يمسك تاني علشان ابتدي اصب عليه الشوكولاتة. هنا عندي ربع كيلو من الشوكولاتة الخام، بشرتها زي ما انتم شايفين، وهبتدي اضيف عليها زيت. الزيت هنا عندي حوالي يعني تلت كوباية، علشان يطلع لي الطبقة اللي فوق الكيك تكون اقدر اكلها بالشوكة وما تتكسرش معايا بسهولة. لازم نضيف كمية حلوة من الزيت. خلاص حطيتها في الميكروويف، ساحت تماما زي ما انتم شايفين، او تقدري طبعا تستخدمي حمام ميه. وهبتدي بقى اضيف عليها بعد ما دابت الشوكولاته تماما اي نوع مكسرات متوفر عندك. انا هنا عندي خليط من المكسرات حطيته على الشوكولاته، تقدري تستخدمي بندق او سوداني، اي نوع مكسرات. طلعت الكيك من التلاجة وابتديت بقى اصب عليه خليط الشوكولاته. الشوكولاته هنا كانت دافيه والكيك ساقع، علشان ما تختلطش الكريمه مع الشوكولاته لازم الكريمه تكون ساقعه تماما والشوكولاته تكون دافيه. شايفين؟ نبتدي ناخد كده من خليط الشوكولاته ونضيف على طول على الكيك. طبعا التغليف بتاع الكيك ده اختياري، تقدري تستغني عن الخطوه دي تماما. بقت جاهزه كده معايا، هسيبها تبرد خالص. وادي شكلها عند التقديم. حطيتها بقى في طبق تقديم زي ما انتم شايفين، وبردت تماما معايا وتماسكت. هبتدي ازينها باي شكل انا عاوزاه. هنا حطيت معلقتين كده من النوتيلا في كيس حلواني، وابتديت انزل كده على الكيك بتاعتي. تقدري تستخدمي طبعا زبدة فول سوداني، او لو عندك مربى حليب، او تقدري تقدميها بدون اي حاجة. خلاص مش محتاجة يعني تزيين كتير. وحطيت هنا كمان مكسرات على الوش، كان عندي كام بندقية كده قسمتهم وحطيتها على الوش. تقدري بقى انت تحطي التزيين اللي تحبيه. كمان حطيت شرايح من الفراولة كده بالشكل ده، وبقت جاهزة معايا. هوريكم كمان شكلها من جوه عامل ازاي. شايفين الكيك هش جدا واسفنجي، وكمان خليط الكريمة او الموس اللي عملناه مع بعض تحفة جدا. عملنا مع بعض طريقة جاتو سهلة وسريعة بدون ما نعمل طبقات فوق بعض. كمان الكمية دي في معاها 4 قطع كمان، يعني انا طلعت 12 قطعة جاتو من بيتين 2 وبس. طريقة سهلة وبسيطة وسريعة، تقدري تعمليها لو اول مرة ان شاء الله هتنجح معاكي جدا. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو واستفدتم منه تعملوا لايك، ولو بتحبوا فيديوهاتي او بتستفادوا منها اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله ان شاء الله. والسلام عليكم.